السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي وعزيزاتي المشتركات وكل المشاهدين الكرام. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما راكم تشوفوا اليوم البنات، حبيت نشارك معكم هذه الوصفة السهلة والسريعة والبسيطة، واللي هي أصابع تويكس بمكونات جد بسيطة في متناول الجميع ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى تعجبكم هذه الوصفة، راح تعجب بزاف الأولاد وحتى الكبار. وبما أنه هذه الحلوى تباع في المحلات بأسعار وأثمان مرتفعة نوعا ما، اليوم راح نعملها مع بعض في البيت حتى تكون في متناول الجميع، ومذاق راح يكون قريب جدا من التي تباع. أتمنى إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هنا راح نقسم لكم حبة، تشوفوا القوام تاعها تجي معلكة وبزاف بنينة. صدقوني راح تعجبكم بزاف الوصفه هذه، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. بدون اطاله نروحوا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. اذا نبداو بسم الله. هنا عندي 65 غرام مارغرين طريه، ضفت معها ملعقه اكل زيت نباتيه، واللي ما بغات ما تضيفهاش. هي فقط اللي بغات الحلوه تاعها تكون اكثر هشاشه تزيدها، واللي ما بغاتش تكون عاديه ما تضيفهاش. عندي ملعقه اكل سكر ناعم، عندي ملعقه فانيلا، قرصه ملح وفرينه باش نلمو العجينه. اذا هنا عندي الزبده نتاعي او المارغرين تاعي شويه ماشي طريه بزاف، لذلك استعملت الخلاط الكهربائي اليدوي. تقدروا ما تستعملوهش. خدمت المارغرين تاعي حتى ولات كريميه، وضفت لها السكر الفانيلا وقرصه الملح. نخلط المكونات جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي، ثم نبدا نشف المكونات نتاعي بالفرينه، نضيف بالتدريج حتى نحصل على عجينه لينه ومتماسكه. الكيفيه تاعنا ما فيهاش الخميره وما فيهاش البيض. كيما راكم تشوفوا هاي ليكم تلمت العجينه تاعنا، نغطيوها بكيس بلاستيكي وخليوها ترتاح مده 10 دقائق او مده يعني مش طويله بزاف. هنا راح نفتح العجين تاعي بين كيسين بلاستيكيين. هنا البنات السمك تاع العجينه خليوه شويه خشين، ما ترقوهاش بزاف لانه ماناش راح نحطو حبه فوق حبه. هنا راكم تشوفوا السمك، لكن هنا ما عجبنيش شويه السمك، حبيت نزيد فيه شويه، راني نلم في العجينه باش تجيني شويه خشينه كما قلت لكم، لانه ماناش رايحين نحطو حبه فوق حبه. هكذا راح نعدل السطح بهذه الطريقه، ثم رايحه نقطع العجين نتاعي. هنا البنات ما استعملتش قطعه او طابع، اللي عندها بالشكل هذا تستعملوا، اللي ما عندهاش هنا فقط استعملت بورق كرتوني او اي ورق، قصيته بهذا الطريقه او هذا الحجم. ما يهمش الحجم، انت اللي تتحكمي فيه كما بغيتيها، الطول تاعها ولا العرض كما حبيتي. حنا راني نحي الجوانب باش تجي الحلوه تاعي معدوله. ثم راح نبدا نقص العجين تاعي على الورق اللي وجدته بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كل الكميه. هذه الكميه انايا خدمت لي 9 حبات، لكن تقدر تخرج لكم حتى 12 13 حبة على حسب الطول. يعني هنا انايا لما طيبتها زاد شوية الحجم نتاعها، يعني تقدروا تنقصوا على هذا الحجم، وبالتالي لما تطيب راح تحصلوا على حجم متوسط ومناسب. لك الحرية طبعا في اختيار الحجم. اذا راح نحط الحلوى نتاعي في صينية الفرن، وندخلها فرن ساخن 180 درجة لمدة 10 11 حتى 12 دقيقة حتى تشوفوها باللي طابت. ثم نخرجوها تبرد تماما، ومن بعد نشوفوا كيفاش رايحين. ها السمك تاعها البنات كما راكم تشوفوا درتها شوية خشينة باش يجيني الحجم مناسب. هاي لكم الحلوى تاعنا، راح ندخلها الفرن. هنا راهي الحلوى تاعي واجده. عندي هذيك الزوائد في الجوانب، راح نمسحها بواسطه سكين كما راكم تشوفوا في الصوره باش النتيجه تجيني جيده. هنا البنات هذا الكراميل انا كنت سبق ليا وحطيته لكم في القناه في فيديو تاع حلوه المارشميلو. هنا استعملت فقط الكراميل هنا بدون
مارشميلو. تقدروا تحضروا فقط الكراميل. راح نخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. هنا راني قسمت قطعة من الكراميل. الكراميل هذا راح يكون معلك ومتماسك، وراح نحطه فوق الحلوى نتاعي بهذه الطريقة. شوفوا كيفاش يجي معلك، او تحبوا تحطوه هكا بطريقة البسيطة هذه عادي، او تقدروا تحطوه بطريقة واحدة اخرى. دوكا نشوفوها مع بعض. هنا نقسم الكمية من الكراميل، ورايحة نعمل هذه التكميشات كما راكم تشوفوا، باش كي نغلف الحلوى تاعي بالشوكولا تعطيني هذاك المنظر تاع تويكس الحقيقية او التي تباع، وتعطيها منظر جميل وشهي مشهي. هكذا راح حتى نكمل الكمية اللي عندي. هنا درت غير كمية صغيرة هكذا البنات حتى تكملوا. صدقوني راح تعطيكم نتيجة جد جد رائعة، تجي تتعلق ومع ذوق الكراميل والبسكويت على الشوكولا. حلوة بسيطة وجد لذيذة في نفس الوقت. هاي لكم النتيجة البنات هكذا. الآن راح نعطيكم اقتراح ثاني. تقدروا ديروا هكذا فقط، تكتفيوا بالبسكويت تاعنا اللي خدمناه مع الكراميل، او تقدروا كذلك تحطوا طبقة من حلوى المارشميلو كنا خدمناها مع بعض هكذا بهذه الطريقة على شكل أصابع، ثم تقسميها هكا طوليا وتحطي الكمية المناسبة فوق البسكويت نتاعك هكذا. هكذا البنات هكذا بواسطة سكين نعمل هذيك التشققات باش تعطيني المنظر او الشكل المطلوب، ولكن برفق حتى البسكويت نتاعك ما يتكسرش. هاي لكم النتيجة البنات. الان هنا الشوكولا انا ذوبتها في الميكرويف، او اللي ما عندهاش ميكرويف تذوب في حمام مائي. من الافضل انك تستعملي الشوكولا تكون من النوعيه الجيده، ماشي شرط تكون غاليه ولا ليسونسيال. الشوكولا اللي نتيا يعجبك الذوق نتاعها اللي تكون بنينه، لانه هذا الكيفيه تعتمد على الكراميل والشوكولا. يعني كي تكون الشوكولا ماهيش بنينه ماهيش راح تعطيك نتيجه جيده. اذا نغطس الحبه تاعي في الشوكولا كيما كنتوا تشوفوا وننفضها شويه هكذا ونحطها. انا حطيتها، اذا عملتوا كميه كبيره من الافضل انكم تحطوها فوق شباك ولا حاجه، يعني باش تخلي الشوكولا الزائده تهبط. انا هنا عندي غير كميه صغيره. فرشت بلاستيك غذائي فوق الصحن وحطيتها تنشف. كذلك تقدروا تستعملوا هذه الطريقه انكم تعملوا خطوط فوق الحلوى نتاعكم بهذه الطريقه وتخليوها تنشف تماما. اهم شيء انه الشوكولا اللي راح نغلفوا بها اذا استعملنا هذه الطريقه لازم تكون بارده باش هذوك الخطوط اللي عملناهم ما يذوبوش، باش تعطينا نتيجه جميله، نتيجه منظر جميل كما راكم تشوفوا هكذا. هاي لكم النتيجه. كملنا الحلوى تاعنا خليوها تنشف ومن بعد ننزلوا الفوائد ونشوفوا النتيجه النهائيه. تحبوا كيما هكذا بهذا الشكل، او تحبي لما تغلفيها بالشوكولا وتكملي تعملي خطوط فوقها كيما راكي تشوفي في الصوره وتحطيها تجمد. هاي لكم البنات الاصابع التويكس تاعنا بعد ما جمدت الشوكولا تماما، نحيت لها هذيك الزوائد ثم حطيتها في صحن التقديم كيما راكم تشوفوا. بزاف حلوة لذيذة وحتى منظر تاعها مشهي، بسيطة وغير مكلفة، سهلة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. نتلاقى ان شاء الله في وصفة وكيفية اخرى في فيديو جديد ان شاء الله. الى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.